إكرامية ولا رشوة؟ الفرق بسيط بس ممكن يوديك السجن. في ناس بتفتكر إن الرشوة والإكرامية حاجة واحدة، بس الحقيقة لأ، الفرق ما بينهم كبير جدا، واللي ما يعرفوش ممكن يقع في مصيبة وهو فاكر نفسه إنه بيعمل الصح. خلينا نقولها ببساطة، لو دفعت فلوس لموظف عشان يسهل لك حاجة مش من حقك، ده يبقى اسمه رشوة وحرام شرعا ومجرم قانونا. القانون المصري بيقول وفقا للمادة 103 من قانون العقوبات: كل موظف عام طلب أو قبل على نفسه أو لغيره عطية أو وعدا بها لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه. أما الفلوس دي لو اتدفعت بعد ما الموظف خلص شغله من غير اتفاق مسبق ومش عشان يخالف القانون، ده اسمه إكرامية. تصرف اجتماعي مش جريمة، لكن لو حصل العكس، يعني انت اضطريت تدفع عشان موظف بيرخم عليك ومش عايز يمشي لك شغلك إلا لما يشرب الشاي، فدي مش رشوة بمعناها القانوني، لكنها باطلة شرعا لأنك بتساعده على الفساد. وبرضه اللي بياخدها مجرم قانونا لأنه بيستغل سلطته. يعني باختصار، مش كل شاي كوباية كرم، ومش كل إكرامية نية طيبة.